مرحبا بكم. لا تنسوا الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس ليصلكم كل جديد. ملعب الأمير مولاي عبد الله أحد أبرز الملاعب في المغرب، والذي يستعد ليكون في حلة جديدة استعدادا للاستحقاقات الكروية القادمة مثل كأس إفريقيا 2025 وكأس العالم 2030. ومن بين أبرز التحديثات التي يشهدها تغليف واجهاته الخارجية. فما الهدف من هذه العملية وما المواد المستخدمة؟ تابعوا معنا التفاصيل. لماذا يتم تغليف الواجهات؟ واجهات الملاعب ليست مجرد ديكور، بل تلعب دورا مهما في حماية الهيكل من العوامل الجوية مثل الرياح، الشمس والأمطار. كما أن التجديد يمنح الملعب مظهرا عصريا يواكب المعايير العالمية للملاعب الحديثة. المواد المستخدمة في التغليف: تتم عملية تغليف الواجهات باستخدام مواد متطورة مثل الألواح المعدنية والألياف الزجاجية، والتي تتميز بالقوة، المتانة والخفة. هذه المواد ليست فقط جمالية، بل توفر أيضا عزلا حراريا وصوتيا، مما يحسن تجربة الجماهير داخل الملعب. عملية التغليف تمر بعدة مراحل، بدءا من إزالة الواجهات القديمة، ثم تثبيت الهياكل المعدنية الداعمة، وأخيرا تركيب الألواح الخارجية بدقة لضمان أعلى مستويات الجودة. كيف سيبدو الملعب بعد التحديث؟ بعد اكتمال الأشغال سيحصل ملعب الأمير مولاي عبد الله على واجهة حديثة بتصميم يعكس الهوية المغربية، مع لمسات مستقبلية تجعل منه أحد أجمل الملاعب في إفريقيا. تأثير التحديث على الجماهير والمباريات: هذه التحسينات ستمنح الجماهير تجربة مشاهدة أكثر راحة، وستزيد من جاذبية الملعب لاستضافة الأحداث الرياضية الكبرى، مما يعزز مكانة المغرب على خارطة كرة القدم العالمية. التصميم الجديد للواجهة الخارجية لملعب الأمير مولاي عبد الله مستوحى من الهندسة المعمارية المغربية التقليدية، مع لمسات حديثة تعكس التطور والابتكار. يهدف هذا التصميم إلى إبراز الهوية الثقافية للمغرب، مع توفير مظهر عصري يتماشى مع المعايير الدولية للملاعب الحديثة. تقنيات الإضاءة والتفاعل: من المتوقع أن تتضمن الواجهة الخارجية تقنيات إضاءة متقدمة، مما يسمح بتغيير ألوان وإضاءة الواجهة وفقا للأحداث والمناسبات المختلفة. هذا سيخلق تجربة بصرية مميزة للجماهير والزوار، ويعزز من جمالية الملعب خلال الفعاليات الليلية. الاستدامة البيئية: تم أخذ الاستدامة البيئية في الاعتبار خلال عملية تغليف الواجهة، حيث تم اختيار مواد صديقة للبيئة وذات كفاءة في استهلاك الطاقة. هذا يعكس التزام المغرب بتعزيز الممارسات المستدامة في مشاريعه الكبرى. مراحل التنفيذ والتحديات: تضمنت مراحل التنفيذ عدة خطوات، بدءا من التصميم والتخطيط، مرورا بإزالة الواجهة القديمة، ثم تركيب الهياكل الداعمة، وأخيرا تثبيت الألواح الجديدة. واجه الفريق تحديات تتعلق بضمان استمرارية الأنشطة الرياضية في الملعب أثناء عملية التجديد، مما تطلب تنسيقا دقيقا وجدولة محكمة للأعمال. تأثير التجديد على المجتمع المحلي: من المتوقع أن يسهم التجديد في تعزيز الفخر المحلي وزيادة الاهتمام بالرياضة في المنطقة. كما سيوفر فرص عمل خلال فترة التنفيذ وبعدها، من خلال جذب المزيد من الفعاليات الرياضية والثقافية إلى الرباط. بهذا نكون قد تعرفنا على عملية تغليف واجهات ملعب الأمير مولاي عبد الله، خطوة جديدة نحو جعل ملاعب المغرب جاهزة لاستضافة أكبر التظاهرات الكروية. ما رأيكم في هذه التحديثات؟ هل ترون أنها ستعطي الملعب مظهرا يليق بسمعة المغرب الرياضية؟ شاركونا آراءكم في التعليقات، ولا تنسوا دعمنا بلايك والاشتراك في القناة لمزيد من الفيديوهات الحصرية. مرحبا بكم. لا تنسوا الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس ليصلكم كل جديد.